هنودي. لما بقول ان هم متساقين واكبر مثقف فيهم ما بيفهمش حاجه الناس بتزعل مني، ولما بقول انهم افاقين وضلاليه برضه بيزعلوا، مع اني والله ولا بتجنن على حد ولا بقول كلام وخلاص. طبعا كلنا عارفين قصه اللاعب الفلسطيني حامد حمدان اللي الاهلي والزمالك بقالهم سنه بيتخانقوا عليه. كمل معايا الفيديو ده بقى للاخر وهثبت لك انهم عندهم مبدأ اسمه الكذب والتضليل في اي حاجه. اتفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامد حمدان اهلاوي. ايه يا عم الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حامد حمدان اهلاوي على مسؤوليتي الشخصيه. صلاة ده كده النبي مطرت مش أحسن. مدعت. ها صلاة النبي أحسن. انت عايزها تندع؟ ها كده مطرت. انت قلت لي ايه ندعت؟ انا مش بتاع ندع، الاهلي بتاع مطره. حلو قوي الكلام ده. الراجل بيتكلم بكل ثقه، لا وبدأ كلامه بسم الله الرحمن الرحيم. وخلي بالك ايهاب الخطيب ده واحد من اهم الكوادر الاعلاميه في منظومه الاهلي، يعني المفروض ان الراجل ده بيفهم جامد جدا، وده اللي هنشوفه لما يكمل كلامه في نفس الموضوع بعديها باسبوعين تقريبا. كمل يا استاذ ايهاب. حامد حمدان مش اهلاوي. صح. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية كده. حامد صح. حمدان صح. مش اهلاوي. صح. حامد حمدان طلع برزماوي. صح. ايه يا عم، ما انت قلت اهلاوي وعشمتنا وخلتنا. كويس. انا خفنا بس على زعلك. براحته، سيبه لا يدخل لا براحته. لا لا انا بجد. اتقل حامد بس. حمدان طلع مش اهلاوي. اتقل بس. ايه هتتقل ايه يعني لما يلعب في بيراميدز سنتين وتجيبوه يعني بعد كده؟ يا جماعه بس. ايه اللي حصل؟ اتقل حامد يا حمدان مهيب. مش اهلاوي. طبعا مبروك يا استاذ عمرو، اللي بيشجع الزمالك بيشجع بيراميدز، وانت مشجع للزمالك مالها بتشجع علاقه ده بالموضوع؟ مبروك. يا فهو باشا في بيتها إيه علاقة يعني. ده؟ لا 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 في بيتها. معلش معاك. فمبروك بالنسبه للاستاذ عمرو. انت مبروك. كده بتحرف مبروك. الموضوع. انت بتقول ايه يا ايهاب يا حبيبي؟ ما صحيح ايه علاقه ده بده؟ يا استاذ عمرو الدرديري اللي بيتريقوا عليه ده والله راجل محترم وطيب، لو شبههم كان عرف يرد عليهم بكل هدوء وثقه وثقافه. قال له انت كده بتحرف الموضوع، ما انت بتقول ايه صحيح حامد حمدان راح بيراميدز، انت من اسبوعين كنت بتقول حامد حمدان في الاهلي وعلى مسؤوليتك. الأهلي. ما فرحتك انت قلت باينة أهو. حامد حمدان يا راجل ده لو أهلاوي. جيت كابتن سيد خلص معاه الراجل المدير الفني في الاهلي قال لك مش عايزه خلاص. يا راجل حرام على فكرة، عليكم تاني. لا إله إلا عايزنا الله. نصدق تاني الكلام لا ده؟ يا حرام عم ما عليك والله. تصدقنيش. والله حرام عليك. لا اله الا الله، امضي يشول. ولما دخل عليك كابتن بيبو اجهش بالبكاء. انت هتقول لي ما تصدقنيش. يعني انت بعد اذنك انت قلت حامد حمدان اهلاوي وقفلنا. اقول لك على قلت له مفاجأة. اقفل السطر. اقول لك 48 ساعه امبارح لو الزمالك كان بعت كان ياخده، لان الاهلي الفتره اللي فاتت خلاص قال له شكرا. يا باشا وامبارح استنى انت الزمالك. نسيت الحوار اللي نزلتوه ما بين مين اللي الكابتن سيد نزله؟ عبد الحفيظ وما بين تليفون حامد المشهور. حمدان. الو عايز تلعب في الاهلي؟ كويس. العب في أيوة، لا، الاهلي. لا، بس أنا اقول لك على الكلام بس ده لو صح. الاهلي كان عايز يجيبه كان جابه. بس قول بقى اللي انت عايزه. بس قول بقى اللي انت عايزه، احنا قلنا كده والناس هتصدقنا وتمشي ورانا مغمضه. ده انا بقول لك يا جدع اجهش بالبكاء. عمرك ما هتقابل اهلاوي عنده ذمه وضمير حتى في الكلمه اللي بيقولها الا نادرا جدا.